يعني ازاي يونت 1 4 يونت بس، عندنا في المنهج 4 يونت. يونت 1 درسين بس، يونت 3 درسين، يونت 4 3 دروس، يونت 2 7. ماشي؟ فكل الفوكس بتاعنا احنا خلصنا اهم حاجه يونت 2، لما تخلص كده الداينامكس يعتبر خلص. يونت 1 سهل قوي. هحكي لك قصه بسيطه بس عشان تعرف يونت 1 دي سهله بس سهل الممتنع يعني. يونت 1 دي بتيجي هي درسين سهلين قوي، اكسلريشن وفيلوسيتي، حاجات قديمه كده وحاجات ظريفه يعني. جت في سنه 90 كان اول نظام يطبق عليه الداينامكس، اكتر فرع زعل الناس في السنه دي كان الداينامكس، والله مش بخوفك منه بس هو الفرع طيب بيبان طيب، الناس كلها دخلت مذاكره مسائل، انا بقول لك انا بحس اهو دخلت الطبيعي بتاع كل السنين انك بتخش مسائل ما بيجيش جرافات خالص في الامتحان، ما بيجيش مع ان المنهج مليان جرافات حرفيا كومبليت جرافات. فدخل 2021 دخلوا عارفين مسائل وجرافات زي ما انت بتقول كده، ايه داخل مش داخل مذاكره يا عم، دي جرافات، لو الجراف ايه هسيبه، جه في الامتحان ما تعدى من 9 جرافات في الامتحان بس، يعني هو الجرافات بس، لو انت داخل مش مذاكرها اصلا فانت كده سبت ايه؟ ده غير اللي هتهنبك فيه، في بقى طبعا شويه اسئله اللي هي الريتن بقى هتهنبك فيها، في 3 هيجلوا وفي 2 مش عارف ايه، فبفضل الله يعني كان الامتحان داينامكس هو اسوء امتحان جه في الماس سنه 2021، مش عشان صعب بس عشان جه واحد مش مركز على الجرافات. طب 2022 عمل كده برضه عمل كده بس ما جابش جرافات كتير، هو جاب جرافات، جاب 5 بس. بفضل الله يعني كل الجرافات بتاعت المدرسه والمعاصر انا بحلها معاك ستيب باي ستيب. الخمسه اللي السنه اللي فاتت كنا حلينهم بفروم اي تو زد نفس الخمسه، فموضوع الجرافات سهل بس لو انت ركزت عليه من الاول. النهارده انا بتكلم مش هتكلم على جرافات خالص، هخلصها بس الاول ايه؟ الاليمنت كومبوننت بتاعتها. طب بعد كده ناخد الجرافات دي نهبدها هبده محترمه لان اكتر جرافات موجوده في يونت 1، البيز بتاعت الجرافات بتاعت يونت 1. لو انت فهمتها في يونت 1 فاي جراف هيجي لك بعد كده تعرف تتعامل معاه، في كونسبت كده تتعامل مع جراف زي كده في الكالكولس بالظبط، سلوب في تانجنت ومش عارف ايه وكوفكس او كوفكس داون في الداينامكس. ماشي؟ فانا بقول لك من الاول اهو بسم الله الرحمن الرحيم ركز عشان في حاجه اسمها جرافات الناس كلها بتنفض لها، بتخش الامتحان في النظام الجديد تلاقي ايه؟ الامتحان كله جرافات لان هو بيحاول يخاطب العقل، فاكتر حاجه بتخاطب العقل في الداينامكس هي الجرافات. ماشي؟ دي اول حاجه قلتها عشان تفتكر ايه مهمه قد ايه، تفتكر كلامي كويس. طيب يونت 1 بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن المين بارامترز. يونت 1 بتتكلم عن ايه؟ عن المين بارامترز بتاعت الداينامكس كلها. هو ايه المين بارامتر بتاعت الداينامكس كلها؟ اول حاجه فيلوسيتي. اول حاجه ايه؟ فيلوسيتي. اكسلريشن. سيبك من المومنتم، مش عايز مومنتم دلوقتي. فيلوسيتي، اكسلريشن، في حاجه انا فوتها اسمها بوزيشن، حاجه اسمها ديسبيسمنت، حاجه اسمها ديستنس، صح؟ دول بالنسبه لي هو في طبعا افريج فيلوسيتي وافريج سبيد وحاجات كده، بس دول بالنسبه لي اكتر 5 بارامترز مهمين في الداينامكس. دول ايه هم ايه؟ اللي هم اول حاجه البوزيشن، او بنديله رمز اكس. في فيلوسيتي، اكسلريشن، ديستانس، ديسبيسمنت. يهمني قوي النهارده انك تكون خارج عارف بس دول معناهم ايه. من عادتنا في كل يونت نبدا نفرش كده فرشه بسيطه نفهم بس يعني ايه دول. تمام؟ خليني اقول لك مقدمه قبل ما اخش على ده عشان تكون فاهم بس عندك بيز كويسه للموضوع ده. ايه المقدمه اللي انا عايز اقولها؟ احنا هنتكلم كل حركتنا داينامكس، خلاص احنا انتقلنا من عالم الاستاتكس رحنا لعالم الايه؟ الداينامكس، صح؟ في حاجه اسمها موشن، صح؟ الموشن صح؟ احنا بدأنا دلوقتي نتحرك. فانا قبل ما اخش خليني اقول لك ما احنا داخلين على يونت 1 كلها اكسلريشن وفيلوسيتي، انا بحب وانا اللي بحب اعمل ده، بقسم الموشن دي 3 حاجات. بقسم الموشن دي ايه؟ غالبا هي التقسيمه الصح بتاعتها يعني، بس انا يعني ايه؟ عايزك تكون معايا في التقسيمه دي من الاول كده يبقى عشان نبقى على نور. افندم الموشن اللي عند حضرتك دي كلها هي تخضع ل3 انواع. ماشي؟ انا ممكن في حياتي اكون ماشي لا ده. طبعا اللي احنا مش هنسيبه ابدا انك زي ما انت بتدور عربيتك وماشي بيها. افتكر دايما الحوار ده. ماشي؟ انا بقول لك لو انا ماشي بعربيتي انا ممكن ابقى ماشي بحاجه اسمها يونيفورم فيلوسيتي، ده اول نوع. ماشي بايه؟ يونيفورم يا صاحبي فيلوسيتي. ماشي بيونيفورم فيلوسيتي، فانا كده زرار الاكسلريشن، خلينا نعرف كلمه اكسلريشن دي يعني ايه؟ انا راجل ماشي بعربيتي ماشي بسرعه، انا عايز ازود السرعه بتاعتي. خلينا نتخيل ان الاكسلريشن ده زرار في العربيه. الاكسلريشن ده ايه؟ هو المفروض بنزين وفرامل بتاع، بس انا بقول لك نتخيل اللي هو ايه؟ زرار. انا بدوس على الزرار بتاع الاكسلريشن ده، ايه اللي بيحصل؟ معدل السرعه عندي يا اما بيفضل يزيد او يفضل يقل. يعني انا كده عندي في العربيه كام زرار؟ زرارين، واحد اسمه اكسلريشن واحد اسمه ايه؟ ديكسلريشن. واحد اسمه ايه؟
واحد اسمه بس هما الاثنين اكسلريشن. الزرار بتاع الاكسلريشن ده بيعمل ايه؟ ده بيفضل يعلي السرعه بتاعتي، يعني فاهم؟ تخيل كده في لعبه زمان كنا بنمسكها اللي هي العجله دي اللي بتمسكها بالايد تقعد تعمل كده في العجله. فاكر دي؟ وانت بتعمل ايه في العجله؟ كنت بتقعد كده تعمل لها ايه؟ كده تعمل لها اكسلريشن، كده عمال تسرع سرعتها اكتر، صح؟ ده بس بالبداهه كده باللوجيك. حاجه اسمها ديكسلريشن، ايه ديكسلريشن؟ وهي العجله ماشيه تروح حاطط ايدك كده عليها تقعد تحك فيها كده، صح؟ كده بتعمل ايه؟ بتبطئها، كده بعمل عليها ديكسلريشن. يعني الاكسلريشن ده ايه؟ هو زرار لما تدوس عليه يزود لي السرعه، لما تدوس عليه ايه؟ يقلل لي السرعه. شفت الفيلم بتاع فاست اند فيريوس ده اللي هو بتاع، شفت النايتروس اللي بيضربه مره ده؟ شفت نيد فور سبيد؟ عارف نيد فور سبيد؟ شفت النايتروس لما ندوس كده على الحرف الدبليو ده يروح عامل ايه؟ طلع من الفانوس نايتروس كده، هو ده الاكسلريشن. فاهم حاجه؟ عارف انت القصه المعفنه اللي احنا قعدنا عايشين فيها 3 سنين قبل كده دي؟ هو ده، هو النايتروس ده بالنسبه لنا الاكسلريشن. بدوس على الاكسلريشن ده يعمل ايه؟ صح؟ طب الديكسلريشن بالنسبه لي هو الفرامل، هو الايه؟ انت بتدوس فرامل كده هو ده بيعمل ديكسلريشن. فالمهم يعني لو انت ماشي حاجه اسمها يونيفورم فيلوسيتي، ايه يونيفورم فيلوسيتي؟ يعني سرعه ثابته، ده فيها اكسلريشن، ده مفيش ولا دوست زرار ولا نايتروس ولا القرف ده خالص، فكده ايه؟ تقول لي هنا الاكسلريشن بزيرو، صح؟ اكسلريشن ايه؟ بزيرو، في مشكله؟ طيب فانا لو انا ماشي في الكيس دي، انا في كل قوانين الداينامكس ما عنديش كلها غير قانون واحد، يعني انا شغال في الكيس دي اسمها يونيفورم فيلوسيتي، كل قانون حضرتك لا تخضع ان شاء الله لايه؟ لقانون واحد بس. ايه هو القانون ده ان شاء الله؟ اسمه فيلوسيتي ايكوال ديستانس على الطاير او ديسبيسمنت على الطاير على حسب بقى المسافه بتاعتك. ماشي؟ فيلوسيتي ايكوال دي على تي، ماشي؟ احنا ممكن نخليها ديسبيسمنت على الطاير عشان احنا قلنا فيلوسيتي، لو قلنا سبيد تبقى ديستانس على الطاير، ماشي؟ بس المهم يعني انا عندي الاهم ان كده لو انا يونيفورم فيلوسيتي فانا ما عنديش غير القانون ده، ما عنديش غير ايه؟ بس ماشي؟ بالراحه كده انا بتعامل معاك كانك ما شفتش داينامكس طول حياتك. احنا قاعدين النهارده مش هنمشي غير لما نخلص دي باذن الله. فانا كده لو انت ماشي بيونيفورم فيلوسيتي فانا طول حياتي ما عنديش غير القانون ده، يعني اي سؤال تلاقي دخل على الكيس يقول لك ماشي بيونيفورم فيلوسيتي ما عنديش غير ايه؟ قانون واحد. بالمهل بنفرش فرشه بسيطه نظيفه تعرف حضرتك تقول لي احنا ماشيين ازاي. تمام؟ طب افرض يا مستر انا ماشي بنون يونيفورم فيلوسيتي. ماشي بايه؟ بنون يونيفورم فيلوسيتي. ماشي بايه؟ بنون يونيفورم فيلوسيتي، بنون ايه؟ جميل. نون يونيفورم فيلوسيتي دي يعني ايه يا فندم؟ يعني الاكسلريشن فيه ايه؟ معايا في اكسلريشن صح؟ بس نون يونيفورم فيلوسيتي يعني سرعتي يا اما عماله بتزيد يا اما عماله بتقل. بس انا لما اكون شايف ماشي بنون يونيفورم فيلوسيتي لازم تكون عيني على الاكسلريشن. هل يا ترى هو ثابت ولا مش ثابت؟ يعني ايه ثابت ولا مش ثابت؟ يعني بيزيد فعلا بمعدل متزن ولا عمال يزيد شويه يعني مثلا يزود لي السرعه شويه وينام شويه بعد كده يصحى يروح مزود لي سرعه ثانيه، فاهم حاجه؟ متغير مع التايم ولا مش متغير مع التايم؟ انا بحب اقسم دي بقى، يا اما اقول نون يونيفورم فيلوسيتي والاكسلريشن ده كونستانت ولا ايه؟ ولا نون يونيفورم فيلوسيتي والاكسلريشن ماله؟ فاريبل. انا بحب اقسم الحاجتين دول كده اهو. لازم تقسمها كده يا فندم، يا يكون عندي نون يونيفورم فيلوسيتي ما دام انت سرعتك بتتغير، ما دام سرعتك ايه؟ بتتغير، يكون الاكسلريشن ايه؟ كونستانت صح؟ او يكون الاكسلريشن ايه؟ ليه؟ عشان ده تعامل وده تعامل تاني خالص. ده تعامل وده ايه؟ ده تعامل تاني خالص. يا فندم انا لو شغال بنون يونيفورم فيلوسيتي واكسلريشن كونستانت انا قلت لك وانت هنا عندك قانون واحد، هنا عندي كام قانون بقى؟ 3 ايكويشنز اوف موشن انت خدتها في ثانيه ثانوي. انا عندي في ايكويشنز اوف موشن اتحطت عشان الداينامكس لمين؟ للمسائل او للكيسز اللي عندها عموله الاكسلريشن كونستانت. يا ابني الكلام ده مش بتاع ثالث سنه والله، الكلام ده انا بقوله بس عشان امهده عشان اخش على جديد ابقى مرتاح نفسيا. ماشي؟ فانا بقول لك يا فندم انا نون يونيفورم فيلوسيتي اكسلريشن كونستانت ما عندناش غير 3 قوانين. تشتغل بالثلاث قوانين عشان تجيب الايه؟ عشان تجيب اي بارامتر من دول. ماشي؟ يا فندم ايه القوانين دي يا فندم؟ اول حاجه اسمه في ايكوال يو بلس اي تي، مش لازم تحفظهم دلوقتي بس انا اقولهم لك. اس ايكوال يو تي بلس هاف اي تي سكوير، في سكوير ايكوال يو سكوير بلس 2 اي اس. اذا كانت الحركه بقى فيرتيكال او هوريزونتال او بعد كده ايه؟ خدتوها في ثانيه سنه على فكره وكنا بنساعد نشيل ايه ونحط بينهم جي عشان الحركه فيرتيكال وشغلانه كده. المهم يعني انا بستخدم القوانين دي امتى؟ انا بستخدم القوانين دي عشان تجيب لي يا اما فيلوسيتي او يو دي اللي اسمها انيشال فيلوسيتي او اللي هي في نود يعني. وده اكسلريشن ده تايب. شايف انت واخد بالك في كام بارامتر؟ في يو اي تي، هتلاقي برضه هنا نفس البارامترز زياده عليهم اس، وهنا في مع يو مع 2.
انا بس حطيت 3 ايكويشن بحيث لو انا مثلا في المساله عندي تايم واكسلريشن بس استخدم ده. طب في معايا اس استخدم ده او استخدم ده على حسب الجيفن. بحدد القانون اللي انا هشتغل ايه؟ على حسب ايه؟ الجيفن بحدد ايه؟ القانون اللي انا هشتغل بيه على حسب ايه يا فندم؟ الجيفن. طب الجيفن مثلا وداني على ده هشتغل ده عشان اطلع البارامترز اللي انا عايزهم اللي هم الفي واليو وهكذا. تمام؟ دي كانت قصه ثانيه ثانوي وقعدنا فيها حوالي يونت كامله. النهارده بقى في ثالثه ثانوي على فكره ده احنا ما خدناش في ثالثه ثانوي، ما خدناش في ثانيه. كان كل شغل في ثانيه ثانوي على ده، عشان كده بقول لك المنهج الماس بيكمل بعض، المنهج الماس بيعمل ايه؟ بيكمل بعض. جينا في ثالثه ثانوي بقى السنه دي هيعمل ايه يا صاحبي؟ تفتكر هناخد ايه؟ اكيد طبعا هاخد نون يونيفورم فيلوسيتي، بس الاكسلريشن ماله بقى؟ يعني ايه الاكسلريشن ده فاريبل؟ يعني ايه فاريبل؟ بيتغير صح؟ من الاخر بيتغير. عايز تقول يعني اي حاجه فاريبل تيجي تقول لي بيتغير بشويه والكلام اللي هو الايه اللي في الهوا ده. قول لي فانكشن اوف تايم صح؟ فاهم؟ يعني بص كده يا صاحبي، ولو انا كتبت كده مثلا اكسلريشن ايكوال تو متر بير سكند سكوير ده عندي اليونت بتاعته، كل الكلام ده هنراجعه طبعا. جيت كتبت كده اكسلريشن 2 تي متر بير سكند سكوير. ايه الفرق يا صاحبي ما بين دي وما بين دي؟ اول واحد ده صاحبي كونستانت في اي وقت في المساله او في اي وقت في الكيس اللي احنا فيها دي، كل ما هبص على الاكسلريشن الاقي ايه؟ كونستانت يا فندم، كونستانت والله صح؟ طيب اكسلريشن ايكوال 2 تي. 2 تي يعني ايه 2 تي؟ يعني انا دخلت التايم في الموضوع، فكل ما التايم بيزيد كل ما الاكسلريشن ايه؟ بيزيد او بيتغير صح؟ يعني مثلا لو كان التايم بواحد بعد ثانيه، يعني بعد اول ثانيه في المساله كان الاكسلريشن بكام؟ ب2 هنحط مكان التايم بواحد صح؟ طب بعد ثانيتين الاكسلريشن هيبقى بكام؟ ب4. طب بعد 4 ثواني 8. فاهم حاجه؟ الاكسلريشن عمال ايه؟ في ازدياد مستمر. فما دام بقى في ازدياد مستمر بقى فانكشن اوف تايم يا فندم، تقول لي ايه يا صاحبي؟ لا ده كده بقى فاريبل اكسلريشن لا يخضع لاي حاجه من دول، يخضع للي هناخده النهارده بقى. يخضع لايه؟ اللي هناخده النهارده. لكن لو كان كده الموضوع مش مستاهل اللي احنا هنشرحه النهارده. طب مثلا ما يجيش يجي بيه يتحل، بس ليه؟ ما هتتحل وجايب لك 3 ايكويشن وهنجيب البارامترز المهمه هم في واكسلريشن ويو اس وتي والحاجات اللي احنا جايبينها هناك اهو. ديستانس وديسبيسمنت ما هنجيبها من الاس هنا، الاس دي يعني بتعبر عن الديسبيسمنت اللي خدناها في ثالثه ثانوي في ثانيه ثانوي. المهم يعني لو القصه كانت كده فلا ما تستاهلش احنا نحاول نعوض يعني نتعب نفسنا ونخش نحل في حاجات كبيره. هي دي. افرض المساله بقى جايه فيها اكسلريشن كله بيتغير ستوب، لا اشتغل. يا ابني في اسئله تشوز تيجي في الامتحان اصلا ام سي كيو والاكسلريشن فيها كونستنت. حضرتك بتخش تحلها كده، ده مش عشان حاجه، عشان انت بس للاسف مش فاهم رابطه الداينامكس، بتتحل صح والعيال بيطلعها، بس انت مش فاهم ان انا ممكن في ايدي ايه؟ فاسيلتيز ممكن استخدمها صح؟ دي. حد زعلان؟ طبعا انا عارف انك مش دول اصلا مش فاهم مش فاكر بتحل بيهم ازاي، مش قصتي، بس احنا لما نيجي ان شاء الله في السؤال محتاجينهم انا اقعد افكرك بيه، بس انا بحاول افهمك دلوقتي اعمل خطوط عريضه في دماغك ان احنا واحنا شغالين هنشتغل بايه؟ ده لو الاكسلريشن كونستنت. طب اللي احنا هناخده النهارده لو الاكسلريشن ايه بقى؟ متغير. عشان اطلع ايه؟ عشان اطلع المين بارامترز بتاعت الايه؟ بتاعت الداينامكس اللي هم في مثلا ايه اكس اس ديسبيسمنت ديستانس تايم، حاجات احنا كل شغلنا عشان نطلع البارامترز دي بس. فاهم حاجه؟ طيب تعالى بقى نتعامل لو احنا بقى نون يونيفورم فيلوسيتي والاكسلريشن فاريبل نتعامل معاه ازاي؟